سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك لا مفر، وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي، فأنت الآن حر وحر قتلاك أو جرحاك، فيك ذخيرة فاضرب بها، اضرب عدوك لا مفر. أشلاؤنا أسماؤنا حاصر حصارك بالجنون وبالجنون، ذهب الذين تحبهم ذهبوا، فإما أن تكون أو لا تكون. استنوني بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب من الآخر، برحب بكم. أنا مروة خالد، ودي تالت حلقات بودكاست كتاب من الآخر. قبل ما نبدأ الحلقة نروح أعمل لك كوباية شاي حلوة وتعالى اسمع معايا. 9 أغسطس 2008 العالم كان على انتظار نتيجة عملية قلب مفتوح للشاعر محمود درويش. محمود درويش بيودع أهله وبيدخل العمليات اللي بيطلع منها في غيبوبة. الدكاترة هنا بيبقوا قدام قرار صعب جدا، هل يفصلوا الأجهزة زي ما هو وصى وتنتهي معاناته ولا لأ؟ بس قبل المشهد ده تعال اخدك لورا شوية. 13 مارس 1941 في قرية البروة بفلسطين قرب ساحل عكا، يا رب اكون نطقت الاسم صح، بيتولد الشاعر محمود درويش. بعدها بكم سنة بتيجي سنة 48 وبتتهجر أسرة محمود درويش زي أسر فلسطينية كتير. أسرته بتروح للبنان، بس خروج محمود درويش ده مش بيكون الأخير، بيجي بعديه مرات كتير. بعد ده بسنة بيرجعوا لقريتهم متسللين، لكن بيكتشفوا ان مفيش بيت ومفيش قرية، البيوت اتهدمت والقرية اتاخدت من اللي ما يتسموش، فبالتالي بيروحوا يعيشوا في قرية جديدة. بيعيش محمود درويش واسرته في القرية الجديدة، وبيبتدي ان هو يتعلم لحد ما بيوصل للمرحلة الثانوية. بعدها بيشتغل في الصحافة والتحرير، وبيبتدي نشاطه يزداد من اجل قضية بلده. لكن مع بدء نشاطه ده بتبدأ معاناته يا صديقي في الاعتقال بدأت من 61 لحد سنة 72. كانوا كل ما يلاقوا نفسهم فاضيين كده يروحوا يعتقلوه. يعني مثلا اخو محمود درويش كان بيقول ان اول اعتقال ليه علشان كان بيقول شعر من غير تصريح، لان في الوقت ده شعره كان بدأ يسمع، وده كان احد اساليب المقاومة. في الاعتقال كتب على قصاصة ورق الابيات اللي هقولها لك دي، قصيدة أحن إلى خبز أمي. أنا هقرأ الأبيات بأكثر صورة صحيحة إن شاء الله، يعني ننوي ذلك. عذرا لو في أخطاء في التشكيل أو في القراءة، يعني سامحوني علشان أنا العربي عندي في التشكيلات والحاجات دي بعافية شوية، بس العربي الباقي كويس إن شاء الله هيكون كويس. القصيدة بتقول: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتجبر في الطفولة يوما على صدر أمي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. أنا شاعرة يعني في إلقائي رائعة. نركز بقى في اللي جاي. بعد الاعتقال ده اتفرض عليه الآتي: أول حاجة عدم الخروج من حيفا إلا التصريح. تاني حاجة مفيش خروج من البيت من بعد غروب الشمس لحد طلوعها. التالتة بقى انه لازم الساعة 4 يثبت نفسه قدام اقرب نقطة بوليس، وكأنهم خرجوه من السجن لسجن اكبر. بص يا صاحبي، قدام ده كله طبعا شروط صعبة جدا، بيضطر محمود درويش للخروج من فلسطين للمرة التانية، وهنا بيروح موسكو لمدة سنة من اجل الدراسة. بعدها بيسافر للقاهرة، واللي بيشتغل في جريدة الاهرام، واللي بيهتم بيه هناك جدا محمد حسنين هيكل. بعد كده بيروح بيروت وبيرتاح هناك جدا، وهناك بيشتغل في مؤسسات النشر والتوزيع التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. أصدقائه بيقولوا إنه لما راح بيروت ده اداله وقت للعمل الشعري أكتر، مزج بين تجربة نضالية ونضج شعري. بعد فترة محمود درويش بيبقى عضو في منظمة التحرير الفلسطينية. لما تم الاعتراف الرسمي للمنظمة طلع ياسر عرفات عشان يلقي خطاب قدام منظمة الأمم المتحدة، واللي كتب له خطاب كان مين؟ كان محمود درويش، لان علاقتهم كانت في الوقت ده قويه جدا. لحد ما بيحصل الاتي: سنه 79 قوه من حرس الرئاسه بيقتحموا مركز الدراسات اللي كان بيشتغل فيه محمود درويش. بعدها بيستقيل محمود درويش من اللجنه التنفيذيه لمنظمه التحرير، وده بعد اتفاقيه اوسلو. سنه 1982 بتجتاح اسرائيل لبنان للمره الثانيه وبتتحاصر بيروت، وبيعيش درويش تفاصيل الحصار كامله. هنا بقى محمود درويش هو وزمايله كان دورهم ان هم يدعموا الناس في الحصار اللي هم فيه ده بشعرهم، وده كان عن طريق نشرة يومية فيها أشعارهم، منها مثلا قصيدة زي مديح الظل العالي، بس هي طويلة ما شاء الله عليك يا فنان، مش عارفة كنت جايب الثروة ده منين، والله أنا بدأت أقرأ فيها كده لحد ما فقدت الطاقة، فأنا هحط لكم مقطع كده وهو بيقولها، بلاش تلوث سمعي مني ان انا اقولها لكم بصوتي، هخليها بصوت الفنان احمد. اشلاؤنا اسماؤنا لا مفر، سقط القناع عن القناع، سقط القناع
لا إخوة لك يا أخي، لا أصدقاء يا صديقي، لا اقتلاع. لا الماء عندك، لا الدواء، ولا السماء، ولا الدماء، ولا الشراع، ولا الأمام، ولا الوراء. حاصر حصارك، لا مفر. سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك، لا مفر. وسقطت قربك فالتقطني واضرب عدوك بي، فأنت الآن حر. في الوضع الحالي من حصار لبيروت بيصبح محمود درويش تائها ومنفيا، ويصبح متنقلا بين عدة بلدان، القاهرة، قبرص، باريس، لف الدنيا يعني. لكن محطته التالية هي كانت باريس. في باريس كانت محطة جديدة جدا في مرحلته الشعرية، بشهادة أصدقائه وبالناس اللي بدأوا إن هم يدرسوا شعره. وده بيوصلنا لمرحلة مهمة جدا في حياة محمود درويش، وهي إن قصايده تتغنى. بص يا صديقي، في ناس كتير مش بتهتم بالشعر، لكن لما الشعر بيتغنى بيوصل لفئات وناس كتير جدا ممكن ما تكونش مهتمة بالشعر ولا تعرف الشعر أصلا. علشان كده الغنى بيبقى طريق سريع لنشر القصايد دي، وده اللي حصل مع مارسيل خليل اللي غنى ولحن أشعار كتير جدا لمحمود درويش. ونيجي في محطة جديدة يا صديقي في قصتنا مع محمود درويش، الجانب اللي انت بتحبه، الجانب الرومانسي في حياة محمود درويش. الجانب ده بقى بيظهر يا صديقي في قصيدة يطير الحمام يحط الحمام اللي كتبها محمود درويش وزوجته حياة الهيني، واللي بتقول: يطير الحمام يحط الحمام أعدي للأرض كي أستريح، فإني أحبك حتى التعب، صباحك فاكهة للأغاني، وهذا المساء ذهب. ده جزء، هسكب لي جزء بعده: ونم يا حبيبي عليك ضفائر شعري، عليك السلام يطير الحمام يحط الحمام. وكفايه عليك كده يبقى اسم منك ليه. فاكرين بقى مارسيل خليل اللي قلت لكم ان هو غنى قصائد كتير ليه؟ طلب منه مارسيل خليل ان هو يغني القصيده دي، لكن محمود درويش ساعتها رفض وقال له ان هي حاله خاصه مش عايز يشاركها مع الناس. بس على فكره هي بتتغنى، هقول لكم امتى بس في الاخر كده يعني عشان ما احرقش الاحداث من دلوقتي. لكن يا صديقي زي ما انت عارف ان قصص الحب بتنتهي دايما نهايات مأساويه، مش عايزه انكد عليك بس هي دي الحقيقه. وهذه القصه انتهت بالانفصال او الطلاق، رغم ان الاتنين اكاد اجزم ان هما بيحبوا بعض، بس هو العند اعتقد مش عارفه ايه السبب، بس هو العند اللي خلينا نبوظ. مش هندخل في كلام الناس، هدف هذا البرنامج كل ده هزار. هو انفصلوا بس وانا مش عارفه السبب بصراحه، يعني حبيت اعمل شويه اي كلام وخلاص. A few moments later. تقولوا لي طب ايه سبب الانفصال؟ والله هقول لك ممكن نرجع بسبب ان محمود درويش كان بيخاف يعمل اسره ويخلف اطفال. كان دايما يقول اخاف اجيب لاجئ جديد، وده لان هو ما كانش حاسس انه مستقر في اي دوله، كل شويه عمال يتنقل، وده هو الخوف اللي كان جوه قلب محمود درويش. يمكن ده كان سبب الطلاق يعني. لكن يا صديقي اول مشهد حكيناه في البدايه قبليه ب10 سنين بقى، تعال احكي لك حاجه. محمود درويش كان بيعاني من مشاكل في الشرايين ومن الكوليسترول، وكان اوريدي عمل عمليه، والطبيب الفرنسي قال له انت قدامك كده حوالي 10 سنين. وكأن محمود درويش صدق الجمله جدا، وبدا انتاجه الادبي يزيد جدا، وبدا ان هو يتكلم عن الموت بكثره في اشعاره، زي قصيده جداريه اللي بيقول فيها: اين الان؟ اين الان واين مدينه الموتى؟ اين انا؟ فلا عدم هنا في اللا هنا، في اللا زمان ولا وجود، وكأنني مت قبل الآن. أعرف هذه الرؤى وأعرف أنني أمضي إلى ما لست أعرف، ربما ما زلت حيا في مكان ما، وأعرف ما أريد وسأصير يوما ما أريد، سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها إلى الأرض البياب ولا كتاب. وبرضه ظهر كلامه عن الموت ده في ديوان لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي. بس مش معنى إن هو بدأ يتكلم عن الموت إنه بقى كئيب وكده، بالعكس بقى متوهج اكتر وانساني ومتفهم، ورجع لحضن عيلته وبقى يزورهم بشكل اكبر. وبنيجي في كواليس المشهد الاخير بيكون في زياره لعيلته في رام الله قبل ما يعمل العمليه، وكان ليه ابن اخ بدأ ان هو يصوره كتير جدا في القعده دي. محمود درويش نفسه كان خايف جدا، وكان كاتب في الورقه ان صراعه مع الموت المره دي الموت هو اللي هينتصر. وبعد الزياره دي بيروح محمود درويش على امريكا علشان يعمل عمليه القلب المفتوح في مركز في تكساس في امريكا. في البدايه العمليه بتنجح، بس بيستنوا 24 ساعه علشان يطمنوا عليه. في الوقت ده اخوه واهله بيبقوا منتظرين علشان يطمنوا عليه بعد مرور ال 24 ساعه. بس محمود درويش بيدخل في غيبوبه، بعدها بيسدل الستار على محمود درويش
وبيموت الشاعر محمود درويش. وده بعد ما الدكاتره بيفصلوا الاجهزه عنه زي ما هو ما وصى، بعد ما خلاص عرفوا ان مفيش امل. وده على حسب المصادر اللي انا قرات فيها، عشان لو حد عنده معلومات اخرى يعني يبقى يقول لنا. بعدها بيعلن رئيس السلطه الفلسطينيه محمود عباس الحداد لمده 3 ايام في فلسطين لوفاه الشاعر محمود درويش، واصفا محمود درويش بانه كان عاشقا لفلسطين ورائد لمشروع ثقافي حديث والقائد الوطني اللامع والمعطاء. وبيدفن محمود درويش في رام الله. اخر قصايد محمود درويش واللي فيها رسى نفسه كانت لاعب النرد، اللي بيقول فيها: ومن حسن حظي اني انام وحيدا فاصغي الى جسدي واصدق موهبتي في اكتشاف الالم، فانادي الطبيب قبيل الوفاه ب10 دقائق. 10 دقائق كافيه لاحيا مصادفه واخيب ظن العدم. من انا لاخيب ظن العدم؟ من انا؟ بص يا صديقي، اهميه محمود درويش مش في شعره بس، أهمية محمود درويش في انه قدر ان هو يعبر عن قضية شعب كامل بقصيدته. قدر في الشعر انه يعبر عن الامل والخوف والحب، عبر عن الشعب باكمله، عبر في شعره عن كل حاجة بتخص الوطن. محمود درويش قدر بشعره يعبر عن اللي المقالات والكلام ما يقدرش يقوله. شعر محمود درويش كان سلاح، وموت محمود درويش مش هو نهاية القصة، لأن شعره لسه عايش والقضية لسه موجودة. ومن الآخر يا صاحبي، الشعر مش مجرد كلمات بتترص جنب بعض، الشعر عبارة عن مشاعر وإحساس وحدوتة. الشعر صوت مسموع، رسالة وسلاح. علشان كده اخترت لك النهارده ان احكي لك قصه محمود درويش. بس كده خلصت حلقتنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، انا بعدكم وبشوف مين اللي بيعمل لايك وسبسكرايب، عداكم وعارفاكم. واستنوا الحلقه الرابعه من حلقات بودكاست كتاب من الاخر، اللي نسيت اقول لك ان هم عباره عن 6 حلقات، بعدها الله اعلم ايه اللي هيحصل، بس انا قررت ان هم هيبقوا 6 حلقات. فما تنساش بقى تدعمني ولايك وشير وسبسكرايب والحاجات دي، واستنوا الحلقه الرابعه. وفي الاخر سلام.